مستحيل اغير طريقتي في مجايب الزبده يا جماعه. زي ما انتوا شايفين كده بجيبها بتبقى عامله ازاي، شايفين؟ وطازه في نفس الوقت. يلا بينا اقول لكم انا جبت الزبده بتاعتي منين. بصوا بقى يا حبايبي، عايزه اقول لكم بقى جبت ما شاء الله 7 كيلو لبن لرمضان. شايفين؟ هروح حطاهم كده، صفيتهم الاول عشان ما يبقاش فيهم اي شوائب، ورحت حطاهم على النار واسيبها تغلي كده لغايه ايه ما تغلي بقى وتبرد، واحطها في التلاجة. وطلعت معانا القشطه بالشكل ده كده. دي والله طريقتي ومستحيل اغيرها يا جماعه. انت كده كده هتحتاجي لبن للبشاميل، هتحتاجي لبن لكيكه، هتحتاجي لبن للولاد تشربها. فروح عامله السمنه بتاعتك كده، جمعي القشطه بتاعتك زي ما انا قلت لكم قبل كده في فيديوهاتي. واروح بقى ايه، ان كل مره انا اسيح معاكم الايه القشطه زي ما هي كده، ونطلع منها كوبايه سمنه. بس تعالوا بقى نحولها لزبده. يلا بينا بقى. هضربها بقى بالمضرب الكهربائي ده لغايه ايه ما تجمع معايا زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم على حاجه، انا مش شايله دسم اللبن. يعني انت لو عايزه تاخدي دسم اللبن كله، جمدي بعد ما تاخدي اول وش كده، رجعي اللبن تاني في التلاجة وقعديه يوم وهتاخدي منه وش تاني. بس انا ايه، حابه اللبن بتاعي يبقى فيه كميه دسم برضو. خلاص، شايفين انتوا بقى شكل القشطه بتاعتنا بقت عامله ازاي؟ شايفين؟ عايزه اقول لكم كريمه بقت في ايديا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هروح جايبه بقى مكعبات التلج اللي عندي، هاخد مكعبين 3 كده على شويه ميه ساقعه، واروح حطاهم وبرده اضربهم تاني بالايه بالمضرب. خلاص كده. لو وصلنا لغايه هنا ما تنسوش طب لايك يا حبايبي عشان يوصل لكم كل جديد. زي ما انتوا شايفين، قومي اعملي زبدتك في البيت بكل سهوله. جمعي شويه قشطه او اشتري القشطه واعملي السمنه في البيت بايديك انت، وضامنه نظافتها وضامنه انها مش مغشوشه. خلاص، زي ما انتوا شايفين طلعت بقى سوائل زي ما انتوا شايفين كده. سوائل، شايفين انتوا الميه اللي باينه معاكم ولا لا؟ بصوا بقى عامله ازاي. هبدا اكورها كوره كده واجمعها زي ما انتوا شايفين. هنرمي الميه دي؟ لا، مش هنرميها، دي احنا هنعمل منها احلى وصفه دلوقتي. خلاص، جمعتها كده واحطها بقى في طبق او احطها بقى في كيس واحطها في الفريزر. بامانه مش كده انضف السمنه؟ انضف ما تشتريها وتطلع معاكي مغشوشه. ودي طريقتي ومستحيل اغيرها يا جماعه في شراء الزبده بتاعتي. انا بشتريها قشطه واجمعها زي ما انتوا شايفين، وتبقى معايا احلى زبده. ولو وصلتوا معايا لغايه هنا، يلا بقى نشيل حاجتنا في الفريزر. وما تنسوش طب لايك ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد. وعملنا بقى من المسائل اللي باقي معانا من تجميع السمنه شويه قرص، واشوفكم على خير.